عليكم الغزالات ديالي؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ في امان الله. نتمنى يا ربي تكونوا دائما على خير وبخير وبخير كيف ما العاده. اليوم ان شاء الله نهار جديد وفيديو جديد بديتو معكم من الصباح من 8 ديال الصباح. كان الدخول ديال الوليدات في الروض. المهم اليوم كان الافتتاح كيف ما قلت لكم. درنا واحد الافتتاح اللي هو بسيط بزاف لان الوليدات ديجا كانوا معنا في الروض. كنا كارين في واحد البلاصه، ومن بعد ما تصلحت البلاصه اللي حنا غاديين نخدموا فيها عاد يعني انتقلنا ليها كيف ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات كنت درت لكم واحد الجوله وقلت لكم باللي غادي نقول لكم بزاف ديال الحوايج توقعوا لي في هذا البروجي. بزاف ديال الحوايج اللي بصراحه اكتشفتهم، منهم اللي صدموني، منهم اللي فرحوني، منهم اللي خلاوني ندمت علاش كاع درت هذا البروجي، ومنهم حوايج اللي خلاوني ندمت علاش حتى خرجت من داري باش ندير شي حاجه او باش نخدم يعني العالم الخارجي. باش ما نزربش عليكم البنات، هذا موضوع غادي نهضر معكم فيه في هذا الفيديو بالتفصيل، شي حوايج اللي غادي يفيدوكم بزاف. المهم من بعد الافتتاح دوزنا الحصه ديالنا، ومن بعد في العشيه هكا مور الغدا خرجنا باش نبدلوا شويه الجو، نغيروا هذاك ستريس ديال الخدمه، ديك التماره كلها اللي دازت علينا حيتاش بصراحه ما دازتش علينا بالساهل. دوزنا واحد الفتره اللي كانت صعيبه بزاف في التجهيزات ديال داك الروض، بحكم اننا اول مره هذا الشيء تنقول يعني كنهضر بصيغه الجمع، يعني انا واختي وكانت الشركه ديالنا واحده اخرى. المهم كانت واحد الحاجه اللي دازت علينا صعيبه بزاف. المهم خرجنا هكا باش نبدلوا الجو، باش نحيدوا هذاك الملل، داك القنطه، داك الطاقه السلبيه، وندخلوا ان شاء الله بطاقه ايجابيه باش نجمعوا عاوتاني السلبي، عاوتاني نشوفوا فين نقدروا نخرجوا نفرغوه. المهم هنايا جينا لسيدي حرازم، معروفه فاس سيدي حرازم، واحد البلاصه اللي زوينه بزاف صراحه. ما جيت لهاش هذه مده، وفكرت هكا بما اني كنسكن قريبه ليها، ما بعيداش علينا بزاف صراحه، ما كاملش حتى 10 دقائق ديال الطريق بالترونسبور من طبيعه الحال. جينا هكا باش نشوفوا ندوروا شويه، نبدلوا الجو كيف ما قلت لكم مع الوليدات. لقيتو الصراحه تبدل بزاف ديال الحويجات اللي تبدلوا فيه، وكان خاوي شويه لان الجو بدا كيبرد، فكيكون خاوي شويه هو في هذه الفتره هذه في الصيف اللي تيكون عامر بزاف. ولكن في هذا الوقت اللي مشينا له حنا كان شويه ديال البرد، يعني راكم عارفين في هذا الجو هذا راه اكيد حتى شي واحد ما غادي يمشي لسيدي حرازم بحكم انه معروف بالعومان. صافي المهم هنايا بقينا كندوروا واحد شويه، غادي نصور لكم النهار كامل كيفاش دوزناه حتى الليل، وفي نفس الوقت انا غادي نبدا ندردش معكم شويه، وغادي نعاود لكم على التجربه ديالي كيفاش كانت، يقدروا البنات بزاف يستافدوا منها. كيف ما حتى انا بطبيعه الحال قلت لكم راني استفدت منها بزاف ديال الامور، سواء ايجابيا او سلبيا، فاكيد اي حاجه كتمر لينا في الحياه الا وكتكون استفاده لينا وكتضيف لينا شي حاجه كيف ما بغات تكون. المهم البنات بالنسبه للبروجي اللي درت، هذا واحد البروجي اللي كنت بغيت نديرو مجرد مرحله لهاد الدار هذه. ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الجوله فيها، كنت وعدتكم بها بزاف ديال المرات ولكن ما كتابتش. ان شاء الله اكيد غادي نصور لكم واحد الجوله فيها. كيف ما قلت لكم البنات كنت رحلت لهاد الدار هذه، ومنلي يعني لقيت راسي غير انا واختي يعني في الدار، ففكرنا هكذا بحكم ان حتى البلاصه اللي حنا فيها بعيده بزاف، يعني بعدنا على بزاف ديال الناس اللي كنا كنعرفوهم، كانوا مره عندنا مره عندهم، يعني وليت انا واختي هنايا بوحديتنا، ففكرنا نديروا واحد المشروع بحكم ان هنايا المدارس مازالين بعادين بزاف، ما كاينش مدارس هنا اللي قراب، التجزئه مازال جديده. فكرنا نديروا هذا البروجي ديال التعليم الاولي. اقترحنا الفكره وصراحه يعني عجباتنا، ودخلنا هكذا باش غاديين نطبقوها. توكلنا على الله ومشينا تسجلنا في واحد السونتر اللي كان زوين وضاف لينا بزاف ديال الحويجات الصراحه الله، ورانا هذا العالم اللي ما كنا كنعرفوا عليه حتى شي حاجه، اللي هو العالم ديال التعليم.
صراحه الله زعما شابو للناس ديال التعليم. شي حاجه اللي ماشي سهله نهائيا، ماشي سهله، ولكن الحمد لله ما حدنا كندخلوا له، حنا كيعجبنا الامر وكنا كنتحمسوا اكثر. دوزنا هذيك الفتره ديال التكوين زوينه بزاف، دوزناها بالحلو ديالها والمر، وكان الحلو الصراحه اكثر من المر ولله الحمد. تسلمنا الشواهد ديالنا وبدينا هكذا في المشروع ديالنا. كنا ديجا بديناه صراحه، كنا ديجا بديناه لان كان في ديك الفتره التسجيل ديال الدخول المدرسي وكان خاصنا ضروري نحلو، ولكن كيف ما قلت لكم كنا تضغطنا بزاف، كانوا عندنا الاصلاحات في المحلات وفضلنا نكريو واحد البلاصه اخرى اللي يعني خدمنا فيها في الفتره الاولى على ما وجدوا لينا المحلات ديالنا. المهم البنات التجربه هذه كانت زوينه وفي نفس الوقت هي خايبه. زوينه علاش؟ زوينه لانك كديري واحد الحاجه اللي كنتي كتحلمي بها، واحد الحاجه اللي كنتي باغياها، واحد الحاجه اللي كنتي كتمنايها، شي حاجه اللي كتصوبيها بيدك من ملي كتكون صغيره وانتي كتكبري فيها كتشوفيها كتكبر، كتكوني فرحانه بها. ولكن للاسف كيدخلوا بعض الناس في الخط اللي كيخربقوا لك صراحه كل شيء. ماشي دائما كتلقى الناس اللي داخلين معاك بالنيه، ماشي دائما البنات كتلقاو الناس اللي تيضحكوا في وجهكم راهم تيبغيوكم وراهم يعني احبابكم. بالعكس كاين الناس اللي كيدخلوا في حياتك غير باش يدمروها، كاين الناس كيدخلوا في حياتك باش ما يشوفوكش فرحانه. هذه شي حاجه اللي عشتها انا بزاف، واخا المقربين صراحه كتلقاي هاد المعاناه. ما نكذبش عليكم كانت واحد الصدمه ليا، بحكم اني اول مره كندير هاد التجربه ديال اني كنخرج برا الدار وكنخدم اولا كندير شي حاجه هكا يعني اللي كتجمعني مع الناس. الحمد لله ملي كنت صغيره ما عمري ما خدمت، ما عمري ما شفت ماما كتخدم، ما عمري ما شفت خوتي كيخدموا، ولكن كنت كنقول نقدر ندير شي حاجه ما نبقاش غير في الدار. انا الصراحه كتعجبني الدار، انا انسانه بيتوتيه بزاف، ولكن كتحلمي ديري واحد الحاجه وكتبغي تجربيها. كانت تجربه الصراحه اللي هي زوينه، كيف ما قلت لكم ضافت لي بزاف ديال الحوايج في شخصيتي، ولكن كانوا فيها شي حوايج اللي هما خايبين. كيف ما قلت لكم بنادم اللي ما يبغيكش يشوفك فرحانه نهائيا. كاين الناس اللي كيدخلوا لحياتك باش يوصلوا لاهدافهم، صراحه الله باش يوصلوا لاهدافهم، ما سوقهمش فيك، ما سوقهمش في حياتك، ما سوقهمش في انتي شنو كيفاش كتعامليهم، ما تيفكروش. ما عرفتش صراحه الله واش هذا الشيء كاين بزاف، حيت انا صراحه تصدمت به ما نكذبش عليكم. كانت واحد الصدمه عندي اللي كبيره، حيت شفت شي حوايج النفاق، شفت الكذوب، شفت شي حوايج اللي ما عمري ما ظنيت اني نقدر نشوفهم في الناس، او لا كاينين الناس بهذا الشر وبهذا الحقد وبهذا البغض. الحمد لله انايا ما عمري في حياتي ما تصادفت مع شي ناس اللي كرهوني او يكيدوا لي، ولكن هاد التجربه اللي خلاتني خرجت درت هذا البروجي هذا خلاتني شفت بزاف ديال الحوايج اللي تصدمت فيهم، اللي وليت كنفكر اني نرجع بحالي، نخلي كل شيء ونسمح في كل شيء ونرجع لداري، نقابل وليداتي، نقابل حياتي، ونمشي اموري كيف ما كنبغيها. وفي نفس الوقت ما سخيتش بهذاك المشروع اللي بنيته درجه، حلم اللي بديته دقيقه بدقيقه، بنيته دقيقه بدقيقه. الحلم اللي حلمت به ودوز فيه بزاف ديال المراحل صعيبه، ولكن في نفس الوقت كنشوف راسي ما قداش نتعايش مع هذاك العالم، ما عرفتش ما قداش ندير بحالهم، وما قداش في نفس الوقت نرجع بحالي اللور. كنتمنى من الله ان تفيدوني البنات، صراحه الله كنتمنى انكم تفيدوني، وانا اكيد غنستافد منكم بزاف ديال الحوايج. ما نقدرش نقول بزاف ديال الامور، ولكن قلت لكم المهم المجمل.
الحوايج اللي ما خلاونيش اصلا كانوا شاديني في هذه الفتره. كنت شويه مخربقه، كنت مديرونجيه في هذا المشروع هذا وبهذا الخلاط اللي ولا فيه. كنتمنى انكم تفيدوني البنات. المهم هنايا دوزنا النهير ديالنا كيف ما شفتوه، سالينا حتى الليل. كيف ما شفتوا كان الجو غزال. نتمنى انكم البنات تفيدوني، كنتسنى الراي ديالي.